السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ويرضى عليكم الايام بخير يا رب. طبعا النهاردة عزومة اول يوم رمضان. انا اتأخرت عليكم شوية بس في التنزيل، بس عشان خاطر النت كان عندي فيه مشكلة شوية. طبعا هنبدأ التحضيرات دي كانت قبلها بيوم عشان خاطر لما نقوم يبقى كل حاجة جاهزة. بما يقطننا عادة ودايما مفتوح بحس ابويا يا رب، ويديله الصحة والعافية ويعفى عنه وعن كل مريض يا رب بحق الايام المفترجة. طبعا زي ما انتم شايفين دي تحضيرات قبلها بيوم، جهزنا مع بعض. طبعا كنا عاملين محاشي. طبعا جبت الكرنبة وسلقتها، ودي طريقة حلوة جدا بتوفر معاكي وقت ومجهود. الطريقة التقطيع دي جيب الورقة زي ما انتم شايفين وبشيل القلب بتاعها، وبعد كده بقطعها شرايط بالشكل ده، وعلى قد الصبع باخد مثلا 3 لفات او 4 لفات، وبروح جاي قطع الصبع زي ما انتم شايفين وبحطه. حلوة جدا بتوفر عليكي زي ما انتم بترماش. الفيديو جاي باذن الله هنعمل بيه طريقة حلوة جدا. وده برضو العنق اهو، بشيل العنق ده، وبعد كده باخد الورقة الفها واروح جاي قطعها شرايط زي ما انتم شايفين. حلوة جدا الطريقة دي. طبعا حضرت كل ده قبلها بيوم، وبعد كده هنعمل خلطة مع بعض. جبت بصلتين كبار وخرطتهم، بعد كده جبت حزمة شبت بقدونس كزبرة، قطعت بس الورق بتاعها، ونزلت بلتر طماطم، ضربته في الخلاط وسبكته تسبيكة، ورحت جاي نزلت عليه وحطيت كيلو الا ربع رز، وحطيت نزلت ملح وفلفل وشطه، حط عليه شويه زيت. لو انت بتحب الخلطه بتاعتك بتبقى حمراء بتحط لها صلصه زي ما انتم شايفين ده لونها. لو انت عايزه تزودي كمان صلصه عن كده براحتك تمام. هنقلب كل ده وهنبدا نحشي. بعد ما حشيت وخلصت كل المحاشي طبعا زي ما انتم شايفين ده طبعا ورق عنب، بحب احط عليه ليمون بيديله مزازه حلوه جدا. وهنا عملت برضو ورق الكرنب زي ما انتم شايفين لفيته بالشكل ده. اهم حاجه تحطيه في حله كبيره شويه عشان خاطر ده بيغلي وبيزيد. عملنا برضو الفلفل مع بعض زي ما انتم شايفين. طبعا اتفضلت حبه صلصه، حطيت عليها شوربه وحطيت عليها ملح وفلفل اسمر تاني وسبتها تغلي على النار. هحط فيها مكعبين مرقه، او لو عندك شوربه لحمه فراخ بط تزودي بيها زي ما انتم شايفين كده اهو. بسيبها تاخد وتدي مع بعضها، واروح جايه حطها على المحشي. بالنسبه لميه المحشي بتبقى عامله ازاي هنشوف مع بعض برضو عشان خاطر عرايسنا الصغيرين. في ساعات بالمحشي بيعملوه مية مية، بس بيجوا ساعة السوا الدنيا بتبوظ معاهم. هننزل واحدة واحدة بكبشة كده وهقول لكم نقف لغاية امتى. زي ما انتم شايفين حطيت اول 3 كبشات بالشكل ده، وههز الحلة جامد لغاية ما الاقي الشوربة كلها نزلت من تحت. زي ما انتم شايفين كده هو الشوربة كلها بتنزل من تحت. اروح جاية مزودة كبشتين تاني، واسيب اخر طبقة دي بتبقى باينة زي ما انتم شايفين كده هو. هسيبها اهو زي ما انتم شايفين. هقلب برضو كده تاني، وهسيب اول صوبع كده يبقى ظاهر بالشكل ده. عاوزه تسيبيها على الوضع ده تمام، عاوزه تحطي طبق في النص وتقفليها يبقى مية مية. زي ما انتم شايفين سبت النار عاليه الاول، خدت تقلبتين لغايه ما لقيته اتشرب كده. هنزل بالطبق في النص كده وهغطيه وهوطيه شمعة خالص. طبعا برضو ورق العنب برضو اتشرب معانا زي ما انتم شايفين. اول ما الاقيه يتشرب بالشكل ده هروح جايه برضو موطيه عليه وسايباه. برضو بحط نفس الشوربه المقدار هو بسيب اول صبع يكون ظاهر. والفلفل زي ما انتم شايفين لسه بيتشرب اهو. كل ده هوطي عليه النار وهسيبه. هنخش بقى على طبعا اللحمه هنا حطيتها على النار بتغلي، والفراخ مسكتها غسلتها كويس جدا بالملح والليمون وحطيتها في الصفه زي ما انتم شايفين. لفيت السمبوسه عملتها دي بميكس جبن مع بعضه زي ما انتم شايفين كده اهو. وجبت طبعا دي ملوخيه، دي ملوخيه بحبها المفرزه اسمها بسمه. عملتها برضو حلوه كده وقلبتها. الفراخ طبعا بعد ما استوت واتسلقت جبت خلطه حلوه صلصه وزبادي وقلبتهم مع بعض بشعره فلفل اسمر، ورحت جايه حطيتها ودخلتها الفرن. خدت الوش ده طلعت كريسبي جميله جدا. المحشي استوى طبعا حطيناه في الاطباق. كل ده كان لسه فاضل على المغرب حوالي 5 دقايق. جبنا المحشي حطيناه في الاطباق، قلينا السمبوسه عشان تبقى سخنه وتبقى في الجبنه مطه من جوه زي ما انتم شايفين كده اهو. خليتها دي اخر حاجه زي ما انتم شايفين. طبعا قلينا الكميه كلها قدامكم اهي وكملنا. ودي سفرتنا يا رب تكون عجبتكم زي ما انتم شايفين. والمخللات دي طبعا انا عاملاها في البيت كلها، مفيش حاجه جايباها من بره. طبعا المهمه تمت بنجاح الحمد لله. ولو وصلت معايا لغايه هنا ما تنسيش تحط لنا اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل كل جديد، وتفعلي زر الجرس. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.